بتتكلم عربي مكسر وعايشة مع صاحبها من غير جواز، صديقة دينا الشربيني ومريض التوحد، صندوق أسرار عمرو دياب ومش هتعمل فرح، وإشاعة ربطتها بتامر حسني لفترة طويلة، واتقال إنها كانت سبب المنافسة الكبيرة اللي بينه وبين أبوها. اللي ما تعرفوش عن نور عمرو دياب، على الرغم من إن نور مش عايشة في مصر وإنها حتى مش بتنشر كتير على السوشيال ميديا، إلا إن اسمها من الأسماء المثيرة للجدل واللي ورا كل ظهور ليها بيكون في حكايات، والجمهور بيحب دايما يعرف أخبارها ويهتم بتفاصيل حياتها واللي هي عادة بتشاركها ليهم. ويمكن ده لأنها البنت الكبيرة لعمرو دياب من زوجته الأولى النجمة شيرين رضا. نور اتولدت في 1990. أول فرحة عمرو دياب وشيرين رضا كان طبيعي تكون أكتر حد يدفع ضريبة الشهرة دي، وتعرضت لكتير من التنمر من وقت ظهورها على السوشيال ميديا، وناس كتير بقوا يترصدوا لها عشان يقولوا في الآخر شوف بنت عمرو دياب وشيرين رضا بتعمل إيه. ويمكن برضو جزء من الانتقاد بيكون لطبيعة الأسلوب اللي بتتبعه في حياتها الأوروبية واللي هي مختلفة تماما عن مصر، لكن ده بسبب ان نور بعد انفصال عمرو عن شيرين وجوازه من زينة عاشور ام ولاده الباقيين اتنقلوا عشان يعيشوا في لندن، وده كان سنة 2000. ونور وقتها كانت 10 سنين وعمرو اخدها عشان تعيش مع اخواتها. حتى شيرين رضا قالت ان زينة عاشور هي الام التانية لنور بنتي، واكتفت نور بزيارة مامتها وعائلتها في مصر بشكل موسمي، وكملت تعليمها في لندن لحد المرحلة الجامعية. بعد كده درست أكتر من تخصص في جامعات أجنبية في مصر وفي لندن، ومن أبرزها البيولوجي وإدارة الأعمال، وحصلت على ماجستير في التسويق. نور كمان بتتكلم 3 لغات، إنجليزي وفرنساوي وأسباني، وطبعا العربي المكسر بتاعها. نور حسب والدتها الفنانة شيرين رضا مصابة بمتلازمة سبيرجر، ودي متلازمة أصحابها بيكونوا أذكياء جدا لكن بيكون عندهم مشكلة في التواصل مع الناس. ولأن نور زي ما بيسموها في البيت هي العقلة، علاقتها قوية جدا بأبوها وأمها، خاصة أبوها اللي بيعتبرها صندوق أسراره. وده حسب اللي قالته شيرين رضا، قالت نور سر أبوها بس أنا معرفش في بينهم إيه. وعلى الرغم من ان نور طلعت من فترة وقالت انها ما شافتش ابوها من قبل الكورونا وانه ما بيصرفش عليها لانها مستقلة، لكن اول حد كان مع عمرو دياب وقت علاقته بدينا الشربيني كانت نور، ومعروف انها كانت عارفة كل تفاصيل العلاقة من البداية، خاصة ان دينا ونور يعتبروا اصدقاء واتقابلوا في لندن زمان وقت دراسة دينا هناك. لكن مؤخرا عمرو دياب ونور اتعرضوا لهجوم كبير، وده بسبب اعلان نور انها تتنقل في بيت جديد مع صاحبها واللي هتعيش معاه على الطريقة الأوروبية من غير جواز، وده طبعا بيتنافى مع عاداتنا كمصريين ومسلمين. عمرو دياب معلقش لا بالحلو ولا بالوحش ولا حتى بارك لبنته بعد ما أعلنت خطوبتها، والوحيدة اللي اتكلمت عن الموضوع هي شيرين رضا، وقالت إن بنتهم ما بتعملش حاجة غير لما بتاخد رأيهم، يعني هم عارفين وراضيين. شيرين قالت كمان إنهم مش هيعملوا فرح ونور مش هتلبس فستان أبيض لأنهم مش مؤمنين بالموضوع ده، خاصة إن الأفراح بقت مكلفة جدا والأفضل ليهم هما الاتنين إنهم يوفروا الفلوس يعملوا بيها حاجة مفيدة، لكن ممكن يعملوا حفلة بسيطة بتجمع أسرة العروسة والعريس وخلاص. ومع كل الانتقادات اللي بتتعرض ليها نور دي لسه بتعيش بطبيعتها وبتتصرف زي ما هي بفطرتها على السوشيال ميديا وما بتبصش على أي انتقادات، حتى التنمر اللي بتتعرض له ما بقتش بتركز معاه وماشية بمبدأ الكلام كتير والقافلة تسير.